السلام عليكم الدراري الدريات، كلشي مزيان. المهم القصه ديالنا ديال اليوم غادي تجيها من الفضول. كون ما كانش الفضول ما كانتش تكون هاد القصه ديال اليوم. المهم بلا ما نطول عليكم كما شفتوا في العنوان، القصه كتهضر على اول مره كيفاش دخلت للديب ويب. المهم منطولش عليكم كتار، شد شي كوان زوين، دير الكيت، ضرب معاك ديك لايك ديك ابوني قبل ما تنساها، شي كومونتير زوين، ويلا ندخلوا في القصه. السلام عليكم، انا سميتي كاري، واحد الشخص مهووس بالانترنت. كنت كنتفرج في واحد الفيديو في يوتيوب كيدوي على المخاطر ديال الديب ويب. جاني الفضول، زدت بديت كنقلب على هاد الموقع هذا، لقيت شي معلومات ولكن ماشي داكشي اللي بغيت نعرف. هنا قررت نزيد نقلب وبديت كنقرا شي مقالات كيهضروا على هاد المواضيع. في واحد النهار مشيت شارجيت واحد البرنامج ضروري باش كيوصل للديب ويب، وكان عندي واحد الفضول كبير. المهم باغي نعرف شنو تما، واخا كانت بعض المخاوف قلت هاني بكثرة الفضول اللي فيا. ملي دخلت لقيت شي حوايج كاع ما تقدر توقعهم. المهم اخوتي كاينين شي اسواق سريه ومعلومات مبلوكيه. انا تلفت ما بقيت عارف ما ندير. شويه كنورك على واحد النافذه داتني نيشان لواحد البث المباشر، وهنا شعري وقف منين شفت داك السيد، واحد السيد مربوط مع واحد الكرسي وكيغوت. شويه دخل واحد الراجل داير قناع على وجهه ودار واحد العلامه بيديه. هنا تحلات واحد البلاصه ديال الكومونتيرات، بقيت كنشوف التعاليق كتيره بزاف. فهاد البث المباشر شي كيقول قطع ليه لسانو حيت فيه الغوت بزاف، شي كيقول طير ليه ودنو، شي كيقول حيد ليه صباعو. انا تشوكيت ما فهمت والو، بقيت كنقول في خاطري لا هادشي غير تمثيل. شويه هو يتحرك داك الراجل اللي عنده وهز واحد لاموس، شويه بدا كيقطع ليه في ودنو. انا مع الصدمه بقيت مشوكي في بلاصتي وانا نخرج من داك اللايف، ولكن والو بحال البيسي تبلوكا. المهم ما عرفتش مالو، ما لقيت ما ندير ليه، حيت الكابل تاع البيسي من الضو هو يطفى. مشيت للدوش بقيت كنتقيا بسبب داكشي اللي شفتو، حيت ما مولفش نشوف بحال هاد النوع من الفيديوهات. رجعت تاني لبيتي كنشوف في البيسي واش نشعلو ولا لا. من بعد صافي قررت نشعلو، وكنت خايف ليه يشعل ولقى عاوتاني داك اللايف، ولكن الحمد لله شعل عادي. بقيت كنفكر واش نعاود ندخل لداك الشيء ولا لا. جاني الفضول نعرف المصدر ديال هادشي منين جاي اصلا. دخلت تاني كنلقى واحد الميساج فيه: مرحبا بك كريم، عارفينك شكون انت ونوبتك جاية. كرمت في بلاصتي، درت ديكونيكسيون، سديت كلشي، ولكن كنت حاسس براسي دخلت في شي حاجه ما عنديش فيها رجوع. الايام اللي من بعد كانوا جحيم. حسيت بشي ناس كيراقبوني، كنت كنسمع شي صوات برا الدار وشي ميساجات كيجيوني. المهم جاني عاوتاني واحد الميساج: الا بغيتي تبقى امين خاصك دير لينا واحد الخدمة. رديت عليه وقلت ليه انا ما عارفش شكون انت، ولكن انا ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء، والمره الجايه الا بقيتي كتصيفط ليا غنديكلاري. من بعد رد عليا قال لي: لا والديك لا البوليس غينفعوك، يا اما غدير هاد الشي اولا حياتك وحياة عائلتك غتسالي. فكر ورد عليا. انا ما كنتش باغي نعرف، ولكن ما كانش عندي اختيار، خصوصا ملي عائلتي داخله في هذا الشيء. صيفط ليه قلت ليه شنو غندير. رد عليا قال لي: غدير واحد الحاجة ساهلة، غتيليشارجي واحد الدوسي وغتصيفطو لواحد خونا في ايميل مجهول. انا ما عرفتش علاش، ولكن عرفت باللي هادشي فيه شي حاجه خايبه. حاولت نخلهم نطمر نتجاهلهم، ولكن بداو كيوصلوني شي تصاور ديالي ديال الدار وحتى العائله وصحابي. داك النهار عرفت باللي هاد الناس هادو ما كيلعبوش. المهم فاش حكروا عليا درت اللي قالوا لي، تيليشارجيت داك الفايل، درت ايميل اللي عطاوني وصيفطو. ولكن من بعد عرفت باللي هادي كانت اكبر غلطه درتها. من بعد ساعه جاني ميساج من عنده: مزيان،
دابا وليتي واحد منا. انا ما فهمتش شنو كيقصدوا. كنطلع على الرصيد البنكي ديالي كنلقى فيه $100 تزاد. وايلي كيفاش هادشي؟ ولكن من مور ما فكرت عرفت بلي تخلصت مقابل الخدمة اللي درت. من بعد جاوني شي تعليمات اخرى، مهمات جديدة، وكل مهمة صعب من اللي قبل منها، والكونط عندي عاد ما كيزيد يعمر بالفلوس. الصراحة حسيت ما بقيتش محتاج لشي خدمة نهاري كامل، وليت كندوزو غير مع البيسي. واخا هاد الامور البسيطة اللي كندير وكنتخلص عليها بالمقابل مادي، الا انني عرفت راسي دخلت لواحد العالم اللي غيسالي غير بالحبس ولا الموت. من ورا هادشي كامل حسب لي بحال هادي هي الاخرى ليا. بديت كنحس بحال فقدت السيطرة على حياتي. كانت كتوصلني شي تعليقات بطريقة مجهولة، ورجع هادشي بحال شي كابوس ما كيتسالاش. كل ما حاولت نهرب كنت كنتفكر التهديدات ديالهم باللي حياتي وحياة عائلتي في خطر. واحد النهار جاني واحد الميساج مكتوب فيه: المهمة القادمة ستختبر ولائك الكامل لنا، وإذا رفضت فالنتائج لم تكن في صالحك. وكان مضمون هاد المهمة هو نخترق واحد الجهاز الانترنت. انا كنت عارف بلي هادشي يقدر يدخلني للحبس طول حياتي، ولكن حسيت براسي محاصر من جميع الجوانب. ما زعمتش في الاول، ولكن قررت انني نواجههم. جلست حدا البيسي وكتبت واحد الميساج ديريكت: انا ما غاديش نكمل معاكم وديروا اللي بغيتو، وما غاديش نزيد نضر حياتي بسببكم. صيفط داك الميساج وانا متردد شويه. صافي مع صيفطو مع ديك اونطخي كيتفاضوا. مشكلة ماشي غير عندنا، زعما في البيت ديالي سمعت شي دقان في الباب. قلبي بدا كيضرب بكثرة الخلعة. حليت الباب ومخلوع لقيت واحد الظرف مكتوب فيه: راك اختاريتي طريقك وتا حنايا. في ديك اللحظة بدات حياتي كتحول لعذاب كبير، واصوات غريبة كل ليلة لا طونوبيلات حاضيني، والبيسي ديالي رجع كيبان لي فيه شي حوايج غراب واخا ما كنقيسوش كاع. في واحد اللحظة بديت كنفكر نهرب ولا نبقى حتى نعرف هاد الناس. واخا هكا كنت عارف هاد الطريق ماشي سهلة. ومنين فتحت داك الظرف وقريت الميساج عرفت دخلت لواحد المعركة ما منها هروب. رجعت متأكد باللي المواجهة هي السبيل الوحيد باش نساليو هاد الحلم. صافي هنايا قررت نتعمق اكثر باش نفهم شكون من مور هادشي كامل وشنو بغا. بديت كنقلب في الانترنت على اي معلومات ولا اي اشعارات اللي كتوصلني لهاد المجموعة. قلت واخا يكونوا حذرين بزاف يقدروا يخليو شي اثار وراهم. من بعد ساعات ديال التقلاب لقيت واحد المنتدى صغير في الديب ويب نيت كيهضر على واحد المنظمة سرية معروفة بخومات الظل. هاد المنتدى كان عامر بتحذيرات من شي ناس تعرضوا لنفس المواقف، وشي وحدين منهم اختفوا وما بقى عليهم حتى شي اثار ولا اخبار. في واحد الليلة وانا جالس في بيتي قررت نكتب ميساج، وهذا الميساج هذا ماشي عادي، مشفر، ونشرها في المنتدى وكتبت فيها: انا احد الاشخاص الذي تورطوا في حماة الظل، ولدي دليل على نشاطهم. اذا كنت تستطيع مساعدتي او تعرف شيئا عنهم اتصل بي. وانا فالصافي درت لذاك الميساج بيبلي. دازت شي سوايع وما جاوبونيش. كنت متوتر وخايف بزاف، بحال اللي حسيت شي حاجه غادي توقع. صافي في النص ديال الليل جاني واحد الاشعار على البيسي. كانت واحد الرساله مشفره كتقول: لقد رأينا رسالتك، إذا كنت تريد النجاة عليك أن تأتي إلى المكان الذي سنحدده لك، لا تتأخر. المهم واخا داك الخوف كامل قررت نقبل الدعوه ديالو. وراوني البلاصه المهجوره اللي غادي نتلاقاهم فيها. كانت بعيده على المدينه. ملي وصلت لقيت واحد داير قناع كحل بقى كيقرب ليا وكيدوي غير بشويه وكيقول: راك دخلتي للعالم ديالنا، ما يمكنش ليك تخرج منه. إلا بغيتي تنجا بحياتك خاصك تثبت لينا الولاء ديالك. وراه عطاني واحد الملف فيه التعليمات ديال اختراق نظام امني حساس. كنت عارف هاد المهمه تقدر تدمر لي حياتي كامله، ولكن حسيت براسي محاصر ما لقيت ما ندير. رجعت للدار
وجلست حتى البيسي. كنت خايف وكنت متردد نصيب ديك المهمة ولا نحاول نهرب. في الاخر قررت بلي نكتب ميساج اخر وقلت ليها ليها صافي. كتبت ما غاديش نكون جزء من هاد الشيء، ديروا اللي بغيتو، انا ما غاديش نكمل معاكم. ملي صيفط داك الميساج طفاو الضوء ديال الدار عاوتاني. بديت كنسمع شي خطوات كتقرب من الباب ديال بيتي. كان قلبي كيضرب بالسربه ويدي كانوا كيترعدوا. مشيت حليت الباب غير بشويه ولقيت واحد الظرف جديد مكتوب فيه انت اختاريتي طريقك وحتى حنا اختارينا طريقنا. من ديك اللحظه بدات حياتي كتحول لكابوس. اصوات غريبه كتجيني في الليل، طوموبيلات بزاف كيراقبوني وزعما ماشي حدا من بعيد هادشي. وعاد زيد البيسي كيجوني فيه شي رسائل كتهددني انا وعائلتي. في واحد الليله تلاقيت رساله اخيره كتقول المهمه التاليه ماشي اختياريه، الا ما نفذتيهاش غادي تدفع الثمن انت وعائلتك. انا صافي كنت عارف الا دخلت لهاد المعركه ما منها هروب. قررت نواجه ديك المنظمه بكل ما عندي، واخا كنت عارف داك الطريق اللي اختاريت يقدر يسالي بلا موت. كنت كنحس بلي العالم كامل جزء من ديك المنظمه. من بعد ما قررت نواجه ديك المنظمه بكل ما عندي، واحد الليله كنت جالس كنحاول نجمع شي ادله باش نعرف الحقيقه. تلقيت واحد الرساله مكتوبه بواحد الطلاسم، يلاه فهمت منها. راح درناك وما سمعتيش، ولكن دابا غادي تدفع الثمن والوالده ديالك هي الاولى. جاتني واحد الصدمه ملي قريتها ومشيت كنجري للدار. ملي وصلت لقيت الباب محلول، الدار مرونه. عيطت للوالده فينك، ولكن ما جاوبني حتى شي واحد. درت موراي لقيت واحد الرساله على الطبله، حليتها ولقيت راه فات الوقت، كان خاصك تسمع الهضره ديالنا. في ديك اللحظه طحت على الارض ما لقيت ما ندير. حسيت بواحد الندم، كنت كنقول كون غير تبعتهم. ديك الساعه عرفت باللي ديك المنظمه كانت حاضياني انا وعائلتي، وكل خطوه درتها محسوبه. قررت نواجههم المره الاخيره حتى الا كان هادشي كيعني النهايه. واحد اليومين تقريبا ما سمعت حتى شي خبر على الوالده. كنت كنتمشى في الشارع وقفوا عليا جوج دراري دايرين قناع، سدوا ليا فمي ودخلوني للكوفر وداوني لديك البلاصه المهجوره. ملي خرجت لقيت راسي دايرين بيا بزاف ديال الناس دايرين الاقنعه. جا عندي واحد قال لي انت كنت غير مجرد اداه، ودابا جا الوقت النهايه ديالك. حاولت نهرب منهم، بقيت كنجري، وصلت لواحد الشارع بقيت مخبي فيه حتى مشاو ورجعت بحالاتي للدار. لقيتهم حدا الدار عاوتاني كيتسناوني. من بعد ملي شفتهم مشيت تخبيت حتى يمشيو وندخل للدار. صافي جاني الناس نعست في البلاصه اللي كنت مخبي فيها. ملي فقت دخلت للدار بقيت جالس مصدوم، ويتوصلني الخبر باللي لقاو الجثه ديال الوالده مرميه في واحد الشارع. في ديك اللحظه مشيت ما لقيت ما ندير. حسيت بشي واحد معاهم كاين تما. مشيت ديريكت للدار، بقيت جالس بحال الوقت وقف. كنحس براسي بحال كاين في شي فيلم ماشي حياتي. كلشي كان ساكت، ولكن في دماغي كلشي كيهضر. كيعاود الدماغ ديالي كيعاود يتخيل شنو طرا، الوجوه والكلمه الاخيره اللي قال لي داك الشخص. كنت غير اداه ودابا سال الدور ديالك. من بعد 3 ايام جاني ظرف بلا سميه بلا طابع بلا والو، في واحد اليو اس بي صغيره وفيها واحد الفيديو صغير. حليت الفيديو في البيسي وانا كنعرق غير بوحدي وحاس بشي حاجه كاينه تما. فاش شعلت الفيديو كان مصور الفيديو في بلاصه مظلمه والكاميرا ثابته والصوت فيه تشاش. وشكون كان في داك الفيديو؟ كانت الوالده. كانت جالسه باين عليها خايفه وكتقول ولدي اسمح لي، دخلتي لواحد العالم ما كانش خاصك تدخل ليه، وانا خليتك دير اللي بغيتي، ما كنتش عارفه الثمن. من بعد الفيديو كيتقطع وكيبان واحد الوجه لابس واحد الماسك وكيقول راه هضرنا معاك المره الاولى، هضرنا معاك المره الثانيه،
ولكن انت ما كتسمعش. انت اختاريتي طريقك، حتى حنا قلنا لك نختاروا طريقنا. ملي خرجت من داك الفيديو كلشي تبدل في الداخل ديالي. فهمت بلي الدخول ديب ويب ماشي لعب، وان الثمن اللي تخلص ماشي غير معلومات ولا صور. كان الروح، كانت الام ديالي، وكان ندم اللي ما عمرني ما غادي ننساه. من داك النهار وانا باقي خدام معاهم، وانا دابا باقي حي ولكن ماشي عايش. المهم اخوتي، حتى اللي تيتسالى الفيديو ديالنا، ما تنساش الى عجباتك القصه ضرب معاك ديك لايك، شي كومونتير زوين، و الى اول مره تشوف لاشين ما تنساش تضرب ديك ابوني. يلا اخوتي، نشوفكم في القصه الجايه. تهلاو.